Let's enjoy this happy day. عيد مبارك. Come on, let's celebrate. يحتل العيدين مكانة كبيرة في قلوب البوشناق، ولعيد الأضحى رونق خاص. كما هو في كل العالم، يبدأ عيد الأضحى في يوم 10 من شهر ذي الحجة، ويعلن حضوره بتلفظ تكبيرات العيد يوم العرفة التي تجعل قلوبنا تطير فرحا وأملا في زيارة بيت الله في عيد الأضحى القادم. التجمعات عائلية وزيارة الأقارب وشراء الهدايا وفرح على وجوه المسلمين كلها ميزات البوسنيين وتقاليدهم وتراثهم المستمر حتى يومنا هذا. من العادات مهمة والتي تقوم بها أناس لاستقبال العيد في البوسنة هي تنظيف المنزل وترتيبه، لأنه بنظرهم هو انكعاس لنقاء الروح. عيد الأضحى هو يوم يرحب به بوشناق بفرح وبذبح أضاحي، فإنهم يطيعون أوامر الله، وبالتالي يعبرون عن حبهم لخالق الكون. ما زال هناك في البوسنة عادة تتعلق بالأطفال، وهي توزيع لحم الأضحية بين الأقارب والجيران. يستقبل الأطفال بسعادة عيدية بايرام بانكا وبحلوى، وهو جزء لا غنى له في كل عيد مع عيد الذي يستمر 4 أيام. يقوم الناس هنا بترتيب زياراتهم وأنشطتهم التي يستمتعون بها. في يوم الأول بعد صلاة العيد تمتلئ منازل بوسنيين بحب والفرح بسبب تجمع عائلي الذي يملأ القلوب بالعواطف. والقاعدة غير مكتوبة هي شرب القهوة وأكل البقلاوة مع ضيوف والأصدقاء، بغض النظر عن تأثيرها بصحة أو عدد الزيارات في اليوم. وهنا مع الحلوى والقهوة نودعكم وندعوكم لتزوروا البوسنة في هذه الأيام المباركة.